السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم، ودائما مع الأفكار السهلة والسريعة. راح نشارك معكم اليوم إن شاء الله هذه التحلية الأكثر من رائعة، بنينة بزاف وذوقها هايل مختلف، بقوام كريمي، سهلة وسريعة جدا في التحضير. توجدوها في وقت قصير جدا، بدون بيض وبدون كريمة وبدون فلو. وما نطولش عليكم، على بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. إذا نحتاج كمية من الفراولة، راح نقطعها إلى مربعات بهذا الشكل ونوزعها في الأكواب. كل كوب راح نحطو فيه مقدار ملعقة كبيرة معمرة مليح، وممكن تعوضوا الفراولة بالموز. راح نزيد نوزع عليه الناباج. هذا الخطوة ماشي لازم، ممكن جدا تستناو عليها كإضافة من عندي. هذا الناباج نصنعه بنفسي في المنزل. ناخذ الكاسرونه، نحط فيها 2 ملاعق كبيره سكر ناعم، ونزيد 2 ملاعق كبيره ماء، ونزيد 2 ملاعق كبيره مربى. هنا المربى ممكن ديروا مربى المشمش او مربى الفراوله، بالنسبه لي درت مربى الفراوله. ناخذ الكاسرونه نحطها فوق النار ونخليها تغلي لمده دقيقه واحده فقط، ونحيه ونخليه حتى يبرد، ونزيدوه بهذا الشكل. في كل كوب راح نحط مقدار ملعقه واحده فقط. نروحوا للمرحله الثانيه، راح نوجدوا الكريمه. نحتاج 200 غرام من الكريمه السائله. راح ندير اوبلا، وماشي لازم ديروا اوبلا، ممكن ديروا اي نوعيه متوفره عندكم. ننصحكم دائما ديروا نوعيه جيده باش تحصلوا على نتيجه مليحه. دائما نحطوها في الثلاجه، نخلوها تبرد مليح، ومن بعد نطلعوها بالباطور. ونحتاج ايضا 3 ملاعق كبيره من توفيا كراميل. نجيب الريسيبيون تاعي، راح نوزعو فيه الكريمه تاعنا من بعد ما حطيتها في الثلاجه وخليتها حتى بردت مليح. هنا راح نخلطو شويه، ومن بعد راح نزيد 3 ملاعق كبيره من توفيا كراميل. واذا حبيتوا تحضروا كميه كبيره راح تضاعفوا المقادير، يعني راح ديروا 400 غرام من الكريمه السائله و6 ملاعق كبيره من توفيا كراميل. واذا ما هيش متوفره عندكم تقدروا تعوضوها بزوج علب من كريم ديسير. هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما خلطنا بالباتور وتحصلنا على هذا النتيجه. نعاود لكم للافاده، ما تخلطوهاش بزاف. هنا نبدا نوزعها في الاكواب بهذه الطريقه. واذا هذا الكيس الحلواني ماهوش متوفر عندكم تقدروا تحطوه بالملعقه. وهذه التحليه بزاف بنينه وسهله وسريعه جدا في التحضير. تحضروها في 5 دقائق فقط. مكوناتها جد بسيطه، بدون نشا، بدون بيض وبدون فلو. وبالنسبه للطبقه الثالثه نحتاج بسكوي. ننصحكم دائما ديروا نوعيه ممتازه باش تحصلوا على نتيجه مليحه والبنه تجي هايله. راح نكسروه بهذا الشكل ونوزعوه في كل كوب. راح نحط مقدار ملعقه كبيره معمره مليح. ونكمل نوزع الكريمه المتبقيه بهذا الشكل. وهذا الكريمه تجي بزاف بزاف بنينه هايله بالبزاف، صدقوني راح تحبوها بالبزاف، وراح تعتمدوها من اليوم في جميع الوصفات. وفي الاخير راح نزين بالفراوله. ويبقى التزيين دائما اختياري، ممكن تزينوا بالفراوله، ممكن تزينوا بحبيبه شوكولا او بمبشور الشوكولاته. طرق التزيين مختلفه متنوعه، وكل وحده تحب تبدع بطريقتها. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. راح نكمل نزين التحليه تاعنا، ومن بعد راح نحطهم في الثلاجه ونخليهم حتى يبردوا مليح، ونكملوا باقي التفاصيل فيما بعد ان شاء الله. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي للتحليه نتاعنا. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله تجي بزاف بنينه هايله.
حضرناها بطريقة سهلة وسريعة وممتعة جدا وبمكونات جد بسيطة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تنال إعجابكم وتجربوها وتحبوها وتمتعوا بها عائلتكم ووليداتكم، وننصحكم تجربوها لأنه فعلا وصفة تستحق تجربة. أكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفادة، واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة. واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نتهلاو في رواحتكم، في أمان الله.